ترك صحبة الأبوين تدمير للحياة المستقبلية للعبد في الدنيا خاصة. إن ترك صحبتهما مع استطاعتك أن تصحبهما وتستبدلها بدوامين. بعضنا عنده دوامين، وإذا قالت أمه ولا أبوه وينك فيه؟ قال الله مشغول في اختبارات العيال. وين رايح؟ رايح نطلب الرزق. وين رايح؟ رايح انتدابات. وين تتركني في ديرتي وتروح للرياض وتخليني وانا امك؟ قال والله وظيفتي أهم. تبا لوظيفتك وتبا لما أشغلك عن أمك وعن أبيك. صعد صلى الله عليه وسلم، صعد المنبر فأمن على دعاء جبريل. أسألكم بالله، جبريل يدعو ومحمد بن عبد الله يؤمن، ضاع ولا ما ضاع اللي يدعون عليه ذولي؟ خاب، والله ما خاب، ضاع، خسر الدنيا والآخرة، ضاع مستقبله في الدنيا ويخشى أن يضيع في الآخرة. آمين آمين آمين. من يا رسول الله تؤمن على من؟ قال جبريل، قال لي وهو يصعد عتبات المنبر: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنف، أي دس أنفه في الرغام والصغار والهوان والذل. ولو حفظ القرآن ولو أخذ أعلى الشهادات رغم أنفه. من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما عند الكبر. لاحظ، عند الكبر هم بحاجتك ويمكن ما يقولون لك شيء. رح وين أبوك، رح لوظيفتك، رح لعيالك، انشغل بعمرك، ما قصرت ومصدقين. وبعض الأبناء مصدق، اي والله أبوي سامح لي. يا عدو نفسك، والدك أرحم بك من نفسك، وأمك أرحم بك على نفسك. أنت المحتاج لبرهم، فاخفض جناح الذل وعد تحت أقدامهم. رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما عند الكبر ثم لم يدخلاه الجنة. إذا عكفنا تحت أقدام الزوجات والأبناء والوظائف، سلط الله علينا أرزاقنا وأبناءنا وزوجاتنا، وآخر محطة في حياتك يشيلونك في كمبل ولا بطانية. هالعيال اللي يشغلوك عن أمك وأبوك، إذا شغلوك عن حلوة اللبن وقرة العين أبوك، آخر عمرك يلي من شغل بهم ينشغلون عنك ويرمونك على بوابة دار للمسنين جزاء وفاقا. ومن انكسر وذل خفض جناح الذل عند أبوين، خاصة الكبيرين، فتح الله له الأبواب كلها، فتح لها أبواب الرزق، التوفيق. دعوة من أمك، دعوة من أبيك، رح الله يفتح لك باب الرزق. الله يستر عليك ونمك، الله يعطيك حتى ترضى، الله يكفيك شر الليالي والأيام، الله يعطيك ويصب عليك الخير صبا. وين تلقى الدعاء إلا من عجوز على سجادتها وانت قاعد تحت رجليها تتمرغ في رياض الجنة. وأقولها للجميع ولنفسي أولا: أي واحد من إخوانك مرافق أبوك وأمك ومصاحبهم وساكن معهم هو أفضل منك، ولو معك دكتوراه في الأخلاق، ولو معك دكتوراه في الفقه، ولو حفظت القرآن. أخوك اللي ظاهره التقصير ولا قرأ ولا كتب ولا عنده ثقافة وضيفته صغيرة وانت رجال متميز وتقرأ وتكتب، اللي عند أبوك وأمك من إخوانك أطيب منك مليون مرة. لا تقول ذاك يقول ما قصر أخوي محمد. أخوك محمد أطيب منك وأطيب مني أنا. ليه؟ لأنه هو الذي صحب وأنت ما صحبت. أنت مشغول بالدنيا، أشتغل بالدراسة. وش هالدراسة؟ هذا جهل. إذا أشغلتك الدراسة، بل لو أشغلك حفظ القرآن عن أمك وأبوك وصحبتهم وإدخال السرور إليهم كنت غير فقيه. الفقه أن ترتب الحقوق كما رتبها الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم قال وبالوالدين إحسانا. ترتيب ربي، مو بترتيبي وترتيبك. وبعضنا لو قالت المرأة نبي بصل ديور ورايح لأمه ديور من عند أمه، يمها جيس بكرة يبون بصل، سبحان الله، أمك كيس البصل يغير الاتجاه. خايف من المرأة، مسلطن الله عليه المرأة. أبناءه نبغى من المكتبة دفاتر، راح وترك أمه، يلا يا أمه يمتي ودي أجي، يا أبوي ودي أجي. لكن العيال يسافر بهم شهر ونص يتمشون ورا ما أخذت حلوة اللبن معك
قرة العين معك، ورا ما خليت حياتك حذاء، لماذا لا تكون حذاء في أقدامهما؟ أبر الأبناء المصاحب والذي لبسه والديه حذاء في قدمه. ما رأيكم لو أنك تبي تطلب مني سلف 50,000 وش بتجيني به؟ ما الأخلاق اللي بتجينا؟ الله يمسك بالخير طال عمرك، والله يجعل أبوك وأمك في الجنة، قدر الله ما شاء الله. وتو لسانه مترين والآن هدأت وسكن لأنه يريد العطاء مني. يا أخي تريد من أبويك الجنة فاخفض جناح الذل واخفض لهما جناح الذل. لابد تكون ذليل 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 أمامهما وإلا فلست ببار، لأن الله يقول اخفض فوق الكرسي، أبوك في الأرض انزل في الأرض، لا تقعد فوق كرسي ولا تركى وانت عنده، ولا تجي في جنب يتلفت عليك يسولف، تعال في قدامه واجلس جلسة طالب العلم عند شيخه وأطلق وجهك، ابتسم حتى يفرح. وإياك أن تنظر في مشغل من فقه الصحبة، لا تنظر في مشغل من المشغلات. جوالك أنا ودي أجيب نجر ودق الجوالات اللي اشتغل بها بعض الأبناء عند الأمهات والآباء. يا أخي مو بعيب ترد على الجوال وانت عند أمك؟ عيب والله. لو أنه من كان عندك الجنة وكل اللي وراء الجوال يصبرون ولا يرضون ولا يرضون، يرضون ولا يبلطون البحر. هذه أمي وذا أبوي ما في أغلى منهم. لا ترد على جوال ولا تقرأ رسالة، وحطه على الصامت ولا انطله مع حذائك عند الباب. إذا دخلت عند الأبوين من فقه الصحبة ألا تنشغل لا بنظر في الساعة، لأن كذا قالوا وشلونك عساك طيب وأنا أمك والله أني طيب. عقوق. وش قاعد تنظر في الساعة؟ مستكثر الوقت اللي تقعد عندهم، مستكثره. أنت داري يوم دخلت أنت تنظر في الساعة حتى تستعجل في خروجك منهم. ولذلك إياك أن يشغلك مشغل. ولذلك بعضنا أحبابي مسكين يعتقد أنه بار. البر أن تجعل ما بقي من عمرك بعد طاعة ربك لأبويك. باختصار، من أحق الناس يا رسول الله بحسن صحبتي؟ من أحق؟ لاحظ في ناس الحقوق، زوجتي لها حق وعيالي لهم حق والضيف له حق والجار له حق. من أصحب يا رسول الله؟ أحق الناس آخر العمر من أقضيه معه؟ قال أمك. ثم من؟ أمك. طيب خلاص ثم من؟ أمك. يا حواني يا أخوان، 3 طرقات على قلب الابن. أمك 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 ثم أبوك. أبوك يمكن يلقى غير أمك وقد يتزوج غير أمك، لكن أمك ما تلقى اللنت، ما تريد اللنت. وإياك تقول إخواني ما قصروا. من اللي يرضى إخوانه يدخلون الجنة وهو يدخل عنهم النار؟ من اللي راضي يدخل النار عن إخوانه؟ إخوانك ما قصروا، وأخوانكم الذين دعوك للبر أم ربك. ولذلك أحبابي واقع بعضنا، من منا آخر الشهر يجيب الراتب يقول خذي يم اللي تبين واتركي ما لا تبين. ومن اللي منا أحبابي بنى بيت أبوه قبل ما يبني بيته هو. قبل ما أبني لعيالي بيت أبني لأمي بيت وأبوي بيت. وهذا هو البر. أؤمن مستقبلنا الحقيقي ليس عند أبنائنا، عند أمهاتنا وآبائنا. هذا المستقبل الحقيقي. ترى يوم انقلبت عندنا الموازين تسلطوا علينا العيال بالعقوق. ولذلك بعض الشيبان شيبة في لحيته مهوب من السنين من هم العيال، ولا لا؟ ما هو من هم الأمهات والآباء. ما فيه واحد شيبت لحيته أبوه وأمه، بل اللي شيبوه العيال والزوجات. ما تروح وتعدل الموازين من جديد وترتب الأولويات، أمك 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 أبوك، ثم يجون العالم عقبهم كلهم. لكن والله لو تقدم على أمك واحد، أمك في المرتبة الأولى وأمك في المرتبة الثانية وأمك في المرتبة الثالثة وأبوك في المرتبة الرابعة، ثم الناس يجون بعدها. لما اختلت التوازن اختلت السعادة في الحياة. اختلت السعادة في الحياة. شاب سعودي في مدينة الرياض أصيب والده بجلطات متتالية ففقد كل الحواس، ثم نقل بعد علاج طويل إلى مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية اللي على طريق القصيم. فقالوا لهم هذا الإقامة سيكون هنا مدى العمر، ما جلس ما دامت الروح فيه بيقعد عندنا لن يموت. وروحوا أيها الأبناء. أحد أبنائه قال اترك أبوي عندكم، أبوي ما مات لا زال حي. قالوا لكنه لا يشعر بالناس
ونحن نقلبه على السرير حتى لا يأكل السرير ظهره، حتى يتوقف نفسه، ونغطيه ونعطيكم إياه تقبرونه وتصلون عليه. قال أبوي هذا نهاية صحبته ونهاية رفقته، والله أني لا رافق أبوي، لين أموت أنا ولا يموت هو. فجلس مع أبيه، كان طالب في جامعة الملك سعود في المستوى الثاني، فقدم اعتذار، وكان له راتب بسيط ينزل فاكتفى به، ورافق والده 14 سنة يقلب والده على السرير وابوه ما يدري عنه. يقول أخدم أبوي وطعم أبوي أطعمه باللي، حليب في اللي مع أنفه، وأقلبه على السرير وهو ما يشعر، إنما أعالجه بقلبي. كل ما حسيت وده أنه ينقلب قلبته، وكل ما قلبته قعدت عند رجليه همزه. 14 سنة وقيل 12 سنة، حتى خرجت روح الأب فحمله إلى مقبرة النسيم ورحل والده. كان يبكي مع أنه لزم والده وصحبه شبابه. دخل شاب عمره 20 وطلع عمره 34 سنة. نعم أيها الأحباب، هذا وهو صحبه وهو لا يشعر به، كيف ونحن هم يشعرون بنا؟ ولذلك أحبابي، صحبة الأبوين عبادة، ومن شروط العبادة الإخلاص، وإياك أن تصحبهما حتى يثنى عليك. بيض الله وجه محمد ما قصر، تركوا أخوانها، تركوا أبوه وأمه وهو ما قصر، أعطاهم بنى لهم. إياك أن تطلب من الخلق جزاء لبرك، فبرك جزاؤه من ربك، فأخلص النية. فأبشركم أن البر بابه لا ينغلق. إذا كنت في الدنيا تصحبهم فوق الأرض، اصحبهم بعد الموت وهم تحت الأرض، لأنهم بحاجة لبرك بعد الموت أكثر من نفعك لهم فوق الأرض. اصحبهم بالدعاء لهم، بالصدقة الجارية عنهم، بإكرام أعمامك برا لآبائك، وإكرام خالاتك برا لأمك، بإكرام أصدقائهم برا لهم، بالدعاء الدائم لهم، بزيارة القبر. ومن الأسئلة المؤلمة اللي ماتت أمه أبوه، تدرون من بعضكم الآن ما يدل قبر أمه أبوه بالتحديد؟ أليس هذا من الجحود؟ يقول أبوي مقبور في العود، بس هنا والله ما أدري هنا ولا هنا ولا هنا. مسكين بتضيع وبيضيعونك بعدين، يبيدورون قبرك ما يلقونك. وإن كان الإنسان إذا ضاع قبر أبوه يوقف في الجهة اللي هو فيه ويدعو للمسلمين جميعا. الحبيب زار قبر أمه، وأمه ماتت مشركة في الأبواء، وقبرها وحيش في الصحراء، ووقف وبكى وقال: استأذنت ربي أن أزورها فأذن، واستأذنته أن أدعو لها فنهاني. لا بد أن تزور القبور وهم يأنسون، والله يأنسون بدعائك وبزيارتك. وأعرف رجل في الرياض له الآن أكمل 30 سنة، كل أسبوع، وله بسنة كل أسبوع أو 10 أيام، ليست سنة أيام محددة أو الجمعة، لا، زر كل ما شئت. يقول كل أسبوع من أكثر ما يزيد من 30 سنة وهو يزور أبوه وأمه. هذا فول المقبرة وذا فاخرها، كنه يسير عليهم ويزورهم. يقول: والله يا شيخ إني يدري أنهم يأنسون. أليس الدعاء ينور قبورهم؟ أليس الدعاء لهم يزيل وحشتهم؟ أليس الدعاء لهم يرفع منازلهم؟ أليس الدعاء لهم ولمن حولهم عبادة صالحة من الأبناء؟ ولو كان أمي وأبوي حيين زرتهم، والله ما اقطع الزيارة بعد موتهم. ولو كانوا حيين واقبلوا علي لذبح الطلي والطليين، ودق نحر القعود لأبوي وأمي أرحب بهم. الآن هم ما يتكلمون، دار لا يتكلم أهلها، لكن بعضهم يئن، فبروهم بالبر أيها الأبناء.